في غاسيبيان كيما راكم تشوفوا درت 125 غرام مارغرين بحرارة الغرفة. حطيت معاها مغرفة كبيرة سكر عادي، سكر الحبيبات يعني. زدت حبة بيض، نحيت منها البياض ودرت الصفار في العجينة. البياض راح نسحقوه من بعد نرمدو فيه الحلوة الجلجلانية أخي معروفة، نرمدوها في البياض بعد الجلجلانية. هرب لي شوية صفار بيض اللي رديته، وزدت معاه مع الخليط مغرفة صغيرة فانيليا وحوالي مغرفة كبيرة حلة الترك. فتتيها مليح، لازم تفتتوها مليح. وزدت عمرت مغرفة كبيرة جلجلانية محمصة، تبغي ترحيها بغيتي ديريها هكاك. وزدت 2 مغارف كبار كاوكاو مرحي حتى هو محمص، كلشي محمص. وهذه مغرفة كبيرة جوز الهند، بغيتي ديريه بغيتي تستغني عليه عادي كيما تحبي. هذا المنكهات اختيارية، المكسرات كيما تحبي ديري، بغيتي ديري غير كاوكاو، بغيتي غير جلجلانية، بغيتي غير جوز الهند. ولكن هذا الثلاثي يعطيك واحد البنة مع حلة الطرق تخرج لك حلوة بنينة بنينة يعني تحفة تحفة. خلطت الخليط بالباتور، تبغي ديري بيدك بالفوي بالسباتول بالمغرفة عادي، المهم حتى تحصلي على خليط كريمي. ساعدتني الزبدة دايما نديروها غامولي يعني بحرارة الغرفة باش تجيك سهلة. كي تكون يابسة حتعييكم يعني كي جبديها مباشرة من الفريجيدار. المهم خلطتهم مليح كيما راكم تشوفوا. نهبط هذوك اللي على الجوانب، اكيد لازم نهبطوهم باش يتخلطوا مع الوسطاني. لهنا خلصت. شوفوا الخليط رجع كريمي وبيض لونه بفتاح يعني ولا فاتح. وجبت الفارينة بعد ما غربلتها، لازم الفارينة دائما نهويوها يعني نغربلوها، نهضر مع المبتدئات. لحت حوالي كاس فارينة، هذه الكمية زدت لي كاس فارينة حوالي، وتبقى حسب فارينتك، ما تشوفيش يعني ليا ولا قادرة فارينة تاعك ما تشربش، انا تاعي تشرب عجب. زدت معها على راس المغرف هكا خميرة الحلوة، يعني مغرفة صغيرة كامل ديري على راس المغرف تاعها ولا نص مغرفة صغيرة خميرة الحلويات. خلط غير بالسباتيو المالح تشدي خلاص. ثم تلم معايا العجينة ومسيت باليد اللي ملهيه لقيتها طرية وما تلصقش، طرية وما تلصقش. هذه هي العجينة لازم ديروها طرية، وكي تضبطي عليها باليد اللي ملهيه تلقيها ما تلصقش. لهنا خلاص الحلوة تاعك واجدة. بديت نوزن فيها. المهم انا حطيتها في المول، شوفوا حطيتها في المول ومن بعد بديت نوزن لقيتها 18 19. ويبقى المول اختياري، المول اللي عندك ديري. الحلوة هذه تصلح في كل يعني الشكل اللي بغيتي ديريه في المول تاع السيليكون اللي عندك ديري فيه. انا عندي اخترت ندير تاع القلب، عجبني ندير حلوة، بغيت نديرو هكا قلب، درتو قلب يعني. كما قلت لكم هزيت في المول وكيلتها وزنتها. اللي ما بغاتش توزن نورمال، بصح كي توزني احسن باش تبداي تخدمي مباشرة. خلطت البيض هذا اللي خليناه من الاول، وجبت جلجلانيه مش محمصه، جلجلانيه ماهيش محمصه البنات، ما حمصتهاش مباشره مشريه هكا. حكمت الكوريه اللي وزنتها ودرتها في البياض ومن بعد درتها في الجلجلانيه، كلش واضح كيما راكم تشوفوا. لشتوها شويه هكا عاليه نقصوا، المهم ديروها قد المول، ما تنقصوا ما تزيدوا، ديروها قد المول تاعكم. شتو كيفاه نشكلها هكا نحكمها هكا من فوق، ومن بعد نديرها في الجلجلانيه ومن بعد في بياض البيض عفوا، ومن بعد في الجلجلانيه باش لا بقات لي هكا نحي. شوفوا اذا شتوها عاليه زايده هكا على المول نحيو هكا مرصو في النص وضبطي مليح باش تحكم لك الشكل. ضبطو مليح. كملت المجموعة الأولى، خرجت لي 20 حبة البنات. هذه الكمية الحلوة هذه دارت لي 20 حبة. أضبطو مليح، أعدلو مليح باش تخرج لكم الشكل. وجبت البلاطو وحطيتها هكا، انا ما نطيبش عكسين، دايما انا حلوه تاع السيليكون طيبها هكا ومن بعد نزيد نشعلها من الفوق.
طيبتها من تحت على نار متوسطة. في الرف الثالث شت الجوانب بداو يصفاروا، شعلت لها من فوق حمارت، نحيتها حطيتها على الشباكة، يعني حطوها على الشباكة، انا حطيتها على البلاطو، بليت هزيتهم حطيتهم على الشباكة هكا. كي تقلبي المول يتنحاو بكل سهولة، يتنحاو بكل سهولة، ما يتكسروا معاك ما والو. المهم ساعديهم في الهاي. وجبت عسل، زدت له شوية ما زهر، عسل تاع برا خدمتيه انتي، المهم يكون ناجح حتى مضمون عليه بلي مليح. زدت له شوية ما زهر وشوية فانيليا، هذه اختيارية يعني الفانيليا هذيك. وخلطت مليح مليح، من بعد بديت نعسل فيهم وهما سخونين، مش يحرقوا يعني يكونوا يحرقوا ما تقدريش تهزيهم يتفتتوا بصح. حتى يكونوا دافيين يعني سخونين، يعني بصح ماهمش باردين. كي يكونوا سخونين يشربوا معاك العسل حتى للقلب، ويجيو معسلين حتى للقلب. اللي تتعسل معايا هكا يعني 2 دقايق، نحطها فوق الشباكة، نردهم فوق الشباكة يزيدو يقطروا. وجبت القطايف كنت حمصتها، ولا شري هذيك اللي تتباع برا هذيك المحمصة، انا يعني حمصتها في الدار، نشتي نحمص في الدار ساهلة مهلة. وبديت ندير هاد النص اللي من هنا، زدت له شويه عسل على بالك شربت العسل تاعها، زدت بالبانسو شويه وحطيتهم. شوف بكل سهوله، شوفوا كيف خرجت ولا اروع، باهيه باهيه ما شاء الله. في الحقيقه ثاني اكثر. وشوفوا الحبه ثاني الصغيره تجي روعه، الحبه مش هذيك النوع الكبير هكا. 125 غرام دارت لي 20 حبة. تخيلوا 250 غرام درتلكم 40 حبة بهذا الشكل اللي درتو. قلوب هذا نص تجي بالجلجلانية ونص بالقطايف، تجي يعني تحفة. وقادرين ديروا، شوفوا النص هذاك التريل تاع الوسط تقدروا ديروا فيه هكا يعني كاوكاو فوق. من تكسروا اللون سكر الجيود، بصح انا ما زدت والو، حبيت نخليها هكا. وجبت سيلوفان والكيسات على شكل قلب وحطيتها، زاد لها بها على بها كيما راكم تشوفوا تحفه. ميم القطايف عطاها قرمشه هايله، ونقص شويه الحلاوه وبها ثاني ما شاء الله حلوه هذه ولا اروع. جربوها مش راح تندموا، وباينه يعني بلي راهي ناجحه. شكون ما يعرفش هذه الوصفه، عطيتكم الشكل هذا يعني ان شاء الله يعجبكم. وانتظرونا ان شاء الله بوصفات جديده. ما عليكم غير ديروا لنا جيم قدام باش نزيد لكم الجديد ان شاء الله قريبا. الحلوه هذه اللي نخدمها له يزيد يرجع يدي منها ثاني بزاف بنينه. مولاتها عجبتها بزاف. دائما نخلصوا الحلوه نبغيو نصوروها مليح باش تشوفوها مليح. دوك نقص معاكم ثاني، شوفوها كيفاه تجي تذوب في الفم، يعني ما شاء الله بنة حلو الطرق مع جلجلانية مع ذوق الكاوكاو والجوز الهندي يعني نوع كوكو. عطتها واحد البنة مع العسل تحفة. هذه الحلوة مع التاي، تحطيها مع التاي تحفة. شوفها تذوب في الفم وتجي معسلة على القلب. شوف ولا أروع، جربوها مش راح تندموا يعني. هذه رسمي غير تعرفوا مصداقية الحلويات تاعي. ما بقى لي غير نقولكم تهلاو في رواحكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.